عملت لك النهارده يا ستي كل احلى شويه قرص فلاحه على كيفك، هتقدري تعملهم في البيت بكل سهوله ليك ولولادك. شوفي تحفه، حاجه كده ايه ولا هتقدري تعملوا القرص الفلاحه دي بكل سهوله في البيت. شايفه القوام، شايفه الملمس، هو ده الكلام. تقدروا تعملوا القرص الفلاحه في البيت بكل سهوله. طبعا الفيديو للاخر. هو طبعا عشان نعمل العجينه دي محتاجين 4 اكواب من الدقيق اللي هو نص كيلو من الدقيق، ورشه ملح نص معلقه ملح. طبعا بنبدا ننزل بالحاجه دي كده ونبدا نقلب الملح طبعا زي ما انتم شايفين كده، نقلبه كويس. طبعا عندنا طبعا على جنب كده نص معلقه خميره ومعلقه ونص من السكر وربع معلقه بيكنج باودر. بننزل فيهم بقى باي كوبايه كده عندنا فيها شويه حليب صغيرين. نبدا نقلب كده الكلام ده كده يا جماعه. ومحتاجين طبعا عندنا لبن رايب او حليب زي ما انتم شايفين. طبعا كان عندي حليب، نزلت بقى بكوبايه الا ربع من الحليب وشلت الباقي على جنب، وربع كوب من السمن كده، ربع كوبايه من السمنه زي ما انتم شايفين كده. ونبدا نقلب المكونات وننزل بقى بالخميره والبيكنج باودر معاهم والسكر، ونبدا نعجن العجينه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. لو احتاجت مننا شويه الحليب التانيين بقى بننزل بيهم. طبعا هي بتحتاج معايا شويه حليب، بننزل واحده واحده بالحليب بتاعنا. لو عندنا لبن رايب يا سلام بقى، تدي معانا طعم وتحفه. او زبادي برده ممكن نعجن بيها يا جماعه، تخلي قوام العجينه كده طري وحاجه ناعمه خالص. هو ده الكلام يا جماعه. العجينه بعد ما عجناها خدت معانا 7 دقايق عجين. العجينه ناعمه، بنبدا نغطيها بقى لمده 10 دقايق باي قماش عندنا او اي ستريتش او اي كيس زي ما انتم شايفين كده. تاخد 10 دقايق. بعد ما غطيناها وعدى ال 10 دقايق كده يا جماعه، بنبدا بقى نقطع في العجينه بتاعتنا كور الاحجام اللي انتوا عايزينها، قد القرصه اللي انتوا عايزينها بالظبط. القرص الفلاحي بتاعتنا الجميله كده. طبعا انا لو لايك وشير ومتابعه بقى تدعموني كده عشان نعمل وصفات كتير. زي ما انتم شايفين بنبدا بقى نكور العجينه كده زي ما انتم شايفين كده، تكويره حسب بقى الحجم اللي انت عايزه. عايزها 50 جرام 70 جرام. العجينه دي 50 جرام يا جماعه. نبدا نكورها. طبعا بعد ما كورنا كل الكميه كده نبدا نحطها في كيس بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين، او نغطيها بقطعه قماش. بعد 10 دقايق بقى نبدا نفرد فيها كده زي ما انتم شايفين. نفرد العجينه بقى كده حسب الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا عندنا صاج على جنب والفرن مسخن جنبنا على جنب. تاخدش معايا 7 دقايق في الفرن يا جماعه، وش وارضيه. الفرن مسخن فوق وتحت. طبعا بعد ما فردت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده بنغطيها بقطعه قماش طبعا في اي مكان دافي كده عشان تخمر معانا. هو ده الكلام يا جماعه. بعد ما غطيناها وعدى نص ساعه كده، خدت نص ساعه معايا العجينه دي كده، خمرت معايا كده زي ما انتم شايفين. بنبدا بقى نديها فرشه حليب، وزي ما انتم شايفين كده فرشه حليب. لو عايزين نحشيها ملبن عجوه نرش رشه سمسم براحتكم طبعا. الفرن مسخن جنبنا، بتاخد 7 دقايق زي ما انتم شايفين كده. الجمال والحلاوه هو ده الكلام. تقدروا تعملوا القرص الفلاحي في البيت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. السمسم وساده، تقدروا تحشوها عجوه او مربى، اي حاجه تقدروا تحشوها الحشوه اللي انتوا عايزينها. هو ده الكلام. يلا بينا ندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد قطعه من القرص مع حته كده من المرته اللي عندنا دي الفلاحي او البلدي. القرص الفلاحي تحفه. على القرص بتاعتنا الجميله دي، على القرص الجميله دي كده شويه عسل. يا سلام يا سلام حبيبي.